المبيعات عباره عن هي عمليه اقناع، زي ما انا كصاحبك قعدت معاك على القهوه واقنعتك بفكره صغيره، اقنع العملاء المحتملين ان هم يشتروا المنتج بتاعك. هل المنتج بتاعك ده شرط يكون حاجه ملموسه؟ لا. خدمه جيم مثلا، وانا في الجيم ده بديك مفتاح الجيم، بديك تدريب، بقول لك خد اجر الاجهزه دي لفتره ما واشتغل عليها واتدرب. هي دي الفكره كلها من المبيعات، بقنع العميل المحتمل عشان ممكن يشتري، ممكن لا. دورك انت ان انت تقنعه، وفي الاول في الاخر انت بتعمل كده عن حاجات مالهاش علاقه لو بصيت ليها بالسيلز، بناء علاقات، تفهم احتياجاته عشان تقدر تخلق موقف انتوا الاثنين تبقوا كسبانين فيه. ايه الفرق اصلا بين التسويق والمبيعات؟ لو فكرت بعيدا عن اللي موجود قدامك هتلاقي حاجه بسيطه جدا. التسويق والمبيعات زي بعض، بس واحد بيطول معاك كتير، التاني لا. دلوقتي انت عندك هنا التسويق العادي جدا ده بيركز على انه يجيب العميل اللي ممكن يشتري. اصل انا مش قاعد معاك، انا كسيلز مان مش قاعد قدام العميل ده، بالتالي انا عايز العميل ده اديله فكره الاول وانا في مكاني. اعلانات بالبوردات كبيره بتتعرض على الشارع، اعلانات العاديه ان حد يتكلم او فبالتالي انا بخلق عندك نوع من انواع الوعي. انت تعرف ان في منتج نزل جديد اسمه كذا كذا وامكانياته كذا كذا، او هو بيعمل كذا كذا. ليه التسويق مهم؟ انت ممكن تقول انا لو بياع شاطر جدا ده انا ابيع اجدعها من افندينا وخلاص انت قفلت الكلام. التسويق مهم عشان على طول بيفكر الناس هم فين وواقفين فين. في منتجات كتيره قوي انت ما تسمعش عنها لان المنتج ده انت سمعت عنه قبل كده وما بقاش موجود تاني، ما بقاش بيتكلم عن نفسه، ما بقاش فيه اعلانات، فمش محتاج ان هو يقول لك ان انا هنا. هو خلاص قتل نفسه بنفسه لما ما كانش فيه اعلانات. عشان كده تلاقي الشركات الكبيره جدا بتعمل اعلانات تصرف ارقام مهوله عشان الاعلانات دي تفضل تتعرض. ليه شركات كبيره بيجيبوا وجوه كبيره؟ شركه زي سين ولا شركه زي صاد مش محتاجه تجيب ممثلين ومش محتاجه تجيب انفلونسرز ومش محتاجه، لكن هي بتعمل كده عشان تفضل فاكرها. بالتالي انت عميل في الاول وفي الاخر. الفكره الفرق ما بينك وما بين اللي اشترى ان انت لسه تروح تشتري. ده تسويق. البيع نفسه بقى، البيع نفسه بيركز لك على حاجه صغيره جدا، بيحول العميل اللي كان بيفكر لعميل هيشتري، المحتمل او المهتم بالمنتج هيشتري خلاص. انا عايز اقول لك ان في علاقه لازم تقوم ما بينك وما بين الطرف الثاني وانت بتتكلم. فبدايه كده لازم تتكلم معاه على الثقه، ما يبقاش شكلك وانت لا طمن، ده انا بايع لك يعني دي تبقى كويسه جدا ومش عارف. شكلك كذاب، شكلك بتحاول تبيع. صدقني انا بس بقول لك كده عشان بناء على كلام ناس ثانيه قالوا انا نفسي لما استخدمت كذا كذا كان شغال معايا كويس جدا، وطبعا القرار يرجع لك انت. انا بس قلت ايه، ارشح لك ترشيح. عايز تجيب اللي انت بتقول عليها دي او عايز تاخد المنتج ده مفيش اي مشاكل خالص، اشتريه انت كده كده، ده اختيارك. لو في الاخر انا قلت رشح. بتتواصل معاه ازاي؟ هل لما دخلت الكلام مساء الخير عندي كذا كذا، لا، ولا مساء الخير اخبارك ايه؟ محمود تحت امرك اساعدك ازاي؟ الكلام كله كان رايح جاي في انك انت بتحاول توضح له ان انا هنا جاي اساعدك، مش جاي انا مش جاي اعمل اي حاجه ليها مردود ربحي عليا انا، غير ان انا عايزك تبقى طالع مبسوط. العلاقه او اسلوب التواصل اللي بيتم ده بناء عليه العميل هيحس يا اما هو عايز المنتج ده فعلا، يا اما لا ده بياع انا مش محتاجه. اسلوب التعامل بتاعك بيوضح حاجه زي كده. اخر حاجه خالص، لو العميل ده مش فارق معاه ان يبقى فيه كلام رايح جاي ما بينك وما بينه، على الاقل وضح له قيمه المنتج، وضح له قيمه الحاجه اللي انت عايز تبيعها له. لو عايز تبدا في مجال السيلز ابعت لنا اسمك ورقم تليفونك واحجز مكانك في الدفعه الجديده.